يبدو أن الحارس الدولي نواف العقيدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بات قريبا من الابتعاد عن تشكيل العالمي والمنتخب الوطني، واستبعد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني السعودي الحارس نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر بسبب الإصابة. وطالب عدد من الجماهير العاشقة للنصر ضرورة استبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة بسبب سوء مستواه. وتعرض الحارس الدولي نواف العقيدي لانتقادات لاذعة بعدما تسبب رفقة زملائه في هزيمة المنتخب الوطني السعودي أمام كوستاريكا وديا في التوقف الماضي. الانتقادات أثرت بالسلب على أداء العقيدي مع النصر بعد العودة من التوقف الدولي، حيث تلقت شباكه ب9 أهداف ضعف ما تلقاه قبل معسكر الأخضر. وبدأت جماهير النصر في شن حملة انتقادات قوية للاعب، مطالبة بإشراك راغد النجار حتى يستطيع العالمي ضم حارس أجنبي في يناير. تفكر إدارة النصر حاليا تحت رئاسة مسلي آل معمر في عودة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا لحماية عرين العالمي من جديد في النصف الثاني للموسم.